السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله هعمل معاكم فيديو كده سهل وبسيط جدا. هعمل معاكم مهلبية المانجا على طريقتي. طبعا أنا هنا النهاردة إن شاء الله جايبة دي حوالي، كنت جايبة مانجا يعني، عملت منها عصير وكده وخدت منها كام حباية، قلت هعملهم مهلبية. طبعا هستخدم معاها ده نص كيلو من اللبن، وهستخدم معاها حوالي 5 معالق نشا كبار، دول 5 معالق بس، طبعا لو عوزنا هنزود تاني. ودي برضو كوباية سكر ممكن اخدها كلها او لأ، وده فانيليا. طبعا النهاردة ان شاء الله هعملها معاكم بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن مختلفة شوية، بس جميلة جدا يعني، واتمنى ان انتوا ان شاء الله لو عجبتكم انكم تجربوها. مبدئيا انا هنا خدت المانجا خرطتها، طبعا خدت منها حبايتين قطعتها قطع، دي هزين بيها الوش. والمانجا دي المفروض ان انا هضربها في الخلاط بس بدون نقطة، يعني بدون مية. بعد ما هتخرطيها هتحطيها في الكبة او في الخلاط بس من غير مية نهائي. انا عايزة المانجا معايا تبقى خام. طبعا لو انتي هتستخدمي المانجا من غير لبن، او هتعملي مهلبية المانجا من غير لبن عادي، حط مية براحتك، انما انا علشان هستخدم اللبن فانا هعتبر ان اللبن ده هو الجزء السائل اللي بديل للمية اللي بتتحط على المانجا. طبعا هجهز بقى لكل حاجة، هجيب هنا طبق هحط فيه 5 معالق نشا، وهبدأ ان انا ادوب النشا الاول. وزي طبعا ما قلتلكوا في البداية، مش دي كل كمية النشا اللي انا اخدتها، ده انا اخدت ازيد كمان. يعني في الاخر خالص كده وانا بشكل المهلبية، لو حسيت ان هي خفيفة كنت بزود، فانا خدت حوالي كمان 3 معالق نشا تاني. هنا بقى طبعا عايزة ان انت تدوبي النشا بلبن، مفيش اي مشكلة. انا هنا طبعا قلت بما ان الوصفة بتاعتي فيها لبن فانا هزودها مية عادي خالص. طبعا انا الوصفة دي سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي اضافات زيادة ولا كريم شانتيه ولا حاجات مكلفة، انا هعملها بامكانيات موجودة في البيت. انا كان عندي المانجا وكان عندي اللبن، فيعني يعتبر ايه كل حاجة كانت متوفرة عندي. هنا بقى طبعا اللبن طبعا انا كنت غليته اول مرة وسبته يبرد شوية. هبدأ بقى ان انا احط عليه السكر، وبعد كده هدوب السكر الاول على البارد. انا هنا كده مش حاطه اللبن على البوتاجاز، انا هنا كنت غلياه زي ما قلت لكم وسبته ان هو يبرد شويه. وبعد كده بقى هبدأ ان انا ادوب السكر فيه، وطبعا هضيف كمان النشا اللي انا دوبته. بس طبعا هحط النشا هنا بالتدريج، مش هنزل بيه كله مرة واحدة. فانا هنا هنزل تقريبا باغلب كمية النشا، وبعد كده هدوبهم كلهم كده مع بعض، وهبدأ ان انا ارفعها على النار. طبعا انا لما هرفع المهلبية بتاعة اللبن على النار، لو لقيتها تقلت وخدت القوام اللي انا محتاجاه خلاص. لو حسيت ان هي محتاجة تاني هزود حبة النشا اللي انا سبتهم. فهنا بقى طبعا لما انا جيت ادوبها حسيتها ان هي محتاجة نشا تاني، فحطيت كمية النشا اللي كانت باقية. وهتشوفوا برضو دلوقتي وانا بصور بعد ما احط المانجا هتخف، فهضطر ان انا احط نشا تاني. هنا بقى طبعا هنبدأ ان احنا نقلب على نار هادية، ولما نحس ان هي بدأت تتقل كده هبدأ ان انا انزل بالفانيليا. طبعا انا هنا بحب لما بستخدم فانيليا بودرة او بودر، يعني لازم احط لها كيسين، لان بتبقى تركيزها اقل شوية من الفانيليا السايلة. انما انت لو هتستخدمي فانيليا سايلة هتستخدمي حوالي بتاع مقدار معلقة صغيرة كده. هنا بقى طبعا هبدأ ان انا اقلب بقى تاني لحد ما احس ان القوام كده خلاص تقل معايا. طبعا مهلبية المانجا بتتعمل بطرق سهلة جدا، يعني انت ممكن لو مش حابة تستخدمي اللبن مفيش اي مشكلة، هتعملي المانجا ان هي عصير عادي جدا في الخلاط. المانجا تحطي عليها مية وتضربيها عادي في الخلاط، وتحط لها بقى السكر والنشا وتشكليها على النار. انما انا كنت حابه ان انا احط لها لبن. عايزه اقول لكم لما بتعمليها بطريقه اللبن دي وانتي بتاكليها بتحسي ان انتي في ميكس كده بين مهلبيه اللبن والمانجا. طعمها بيبقى مختلف بصراحه وجميله، يعني اتمنى ان انتوا تجربوها. هنا بقى طبعا لما حسيت ان اللبن تقل معايا هنزل بقى بالمانجا. وده السبب اللي خلاني اقول لكم ان احنا مش هنخفف المانجا ميه.
احنا هنسيبها تقيلة زي ما هي علشان انا مش عايزاها تخفف النشا عندي. هنا بقى طبعا برغم ان انا اهو كنت مشكلة مهلبية اللبن، بس برضو انا زي ما قلتلكوا عوزت حوالي 3 معالق نشا كمان زودت بيهم. يعني على الرغم ان انا المانجا ما كنتش حاطه لها ميه نهائي، بس برضو لما ضفتها على مهلبية النشا خفت. حابة بقى ان انت تحطي اللبن على المانجا وبعد كده تشكلي النشا في الاخر مفيش مشكلة، بس انا حبيت اشكل اللبن الاول بالنشا علشان اخد طعم مهلبية النشا. هنا بقى خلاص كان بدأ بقى ان هي تتقل بقى كده معايا وخدت بقى القوام ده. هبدأ بقى طبعا كده ان انا اغرفها في الاطباق. طبعا عايزه اقول لكم لونها جميل جدا وطعمها كمان كان حلو قوي. يعني دي كمان لو انت حابه ان انت تدخلي اللبن في المانجا كده، لو الاطفال عندك مش بيحبوا اللبن ممكن تدخليها لهم في المانجا وتعمليها، هيستفادوا بصراحه وهتبقى فيها طبعا قيمه غذائيه عاليه. اتمنى بقى الفيديو لو عجبكم، اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. طبعا احنا مش هنتقلها اكتر من كده علشان احنا هي طبعا لما بتحط في التلاجة بتتقل اكتر، فانا هخليها يعني القوام بتاعها وسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وده بقى الشكل النهائي. عايزة بقى تحطي عليها مكسرات تمام، جوز الهند تمام. انا فضلت ان انا احط عليها مانجا بما ان بقى هي طبعا مهلبية مانجا وانا باقي عندي، فقلت خلاص بقى انا مش هزين مكسرات، انا هزين بقطع المانجا اللي انا عملتها.